بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفر بلوك بلوك. المهم صلحتها ولا ما صلحتهاش؟ انا بعمل بلوك خلاص. عجباك؟ ها عجباك؟ اخطبها لك يا حبيبي. الشخص ده مش هيكون موجود في حياتي تاني، فانا بقصقص ريشه. الجيبه ضيقه، معلش انا شايفاها حلوه. محمد سمعته مش كويسه بس بيعاملني بما يرضي الله. اوعي تقلعي الحجاب، انتي احسن مني ومن اللي مش محجبه 100,000 مره. ماشي، يعني للاسف الشديد واخد سعادتك قدوه ليها. للاسف الشديد طالما هو للاسف الشديد حضرتك بتكلمني عشان تاخد رايي ليه؟ عوضني على تجربة أو حاجة أنا مريت بيها ما كنتش قدها، بس استحملت علشان ده ابتلاء وده امتحان وده مكتوب عليا. لازم يصبر عليها ويستحملها حتى لو العقل مش مستوعبها أو القلب مش مستحملها. الإعلامية اللي بقت رمز لمناصرة المرأة وفتحت النار على الرجالة بقلب جامد وسموها بين قوسين عدوة الرجل. لو جت أختك قالت لك أنا اتجوزت راجل، الراجل ده طلع اتجوزني علشان أنزل أشتغل وأصرف عليه وعلى عيالي، حتى يقول لي هيقول لها رأي غير رأيي. قدرت إنها ترفع راية الدفاع عن بني جنسها، محطمة بكلامها كل القيود اللي بيفرضها الفكر الذكوري في المجتمع، وبقت صوتهم الجريء على الشاشة. أنا بقول إن أنا لو كنت مكانك كنت هعمل إيه؟ بلوك واحد منها خلى الدنيا قامت ما قعدتش. وعشان نوضح أكتر، الرجالة هم السبب في الضجة اللي حصلت. إيه هي قصتها وإزاي بقت رضوى الشربيني، وليه الرجالة بيكرهوها قوي كده، وإيه اللي حصل لها خلاها كانت هتشيل كليتها الشمال. أنت لازم تشيلي كليتك الشمال. قلت له يعني إيه أنا أشيل كليتي الشمال؟ وازاي أغنية لشيرين كانت نقطة تحول في حياتها، وقالت ايه عن الحجاب، عرضها للتحقيق. وهل فعلا بتدعم فكرة ان الست مش ملزمة وبتأيد انها ما تباتش في البيت؟ ست مش ملزمة أصلا إنها تبات في البيت. ويا ترى طليقها فين من ده كله؟ أنا واحد كنت بتمنى الموت آخر كام سنة من حياتي من شدة اليأس والفشل. وهل فعلا أنهت تعاقدها مع CBC عشان اتجوزت؟ رضوى ماجد الشربيني اتولدت 30 سبتمبر 1981. والدتها هالة حسن أنور هي البنت الوحيدة في عيلتها، وعندها أخ وحيد ظهر معاها كذا مرة على السوشيال ميديا اسمه محمد الشربيني. علاقتها بأهلها قوية جدا. رضوى كانت طفلة شقية جدا وده باين من شخصيتها دلوقتي. اتشهرت كمذيعة لكن ده ما كانش حلمها من الأول. أنا كان نفسي أطلع طيارة، وبعدين أبويا الله يرحمه قال لي لا مش هبعتك أمريكا حبيبتي تتعلمي طيارة، أنت هتطلعي مذيعة. وفعلا حققت كلام والدها وما عندتش قوي في القرار ده، ولقت شغفها فيه ودخلت كلية. أنا إعلام، وبعدين ابتديت في ART، كنا بنعمل بروباجندا TV، قعدنا 4-5 سنين. خلصت الكلية وبدأت تشق طريقها في الحياة، وبعد الكلية بسنتين اتجوزت. ومع جوازها كانت بتشتغل وظهرت كمذيعة على قناة الحياة في برنامج دراما شو سنة 2011. البرنامج كان عبارة عن مسابقة بتقول للجمهور السؤال واللي بيجاوب صح بيكسب. في الوقت اللي كانت بتطلع فيه على التلفزيون كانت في المقابل في موقف صعب، وعليها إنها تاخد قرارات مهمة علشان ما تأثرش في حياتها الشخصية. دايما بترفض تقول أسباب انفصالها عن جوزها، لكنها حكت إن أغنية لشيرين هي السبب في القرار ده. دخلت عشان اخد شاور عشان استحمى، وجت اغنيه للشيرين. الاغنيه كانت بتقول بما معناها تعمل ايه لو بصيت في المرايه لقيت. فانا بسمع الجمله وانا واقفه قدام مرايه الحمام، اعتقدت ان هي بتغنيها لي. وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها. اي حد هيقول يعني قرار زي ده يتاخد بسبب اغنيه، لكن اللي كتير ما يعرفوش ان قرارها كان بعد تفكير كتير، والموضوع ما جاش بالساهل. كانوا 7 سنين، فما كانتش سنه، ما كانتش 2، ما كانتش 3. انا جبت اخري في ال7 سنين انا حاولت. وكمان كان في تفاصيل اكتر خلتها تجيب اخرها، لكنها كانت بتتكلم بطريقه مبهمه. قعدت فتره طويله قوي بشوفني شخص حتى وجها غير مقبول، والحمد لله رب العالمين دلوقتي انا مش هقول ان ده غرور، لكن هقول انا عارفه قيمه نفسي. لكن بالرغم من اي حاجه صعبه مرت بيها، انها تقرر حاجه زي دي طبعا ما كانتش بالسهوله المتوقعه. لكن الغريب انها كانت شايفه حاجه اصعب من الطلاق. اللي انت بتمر بيه اللي بيوصلك للطلاق هو اللي بيبقى وجع، وانا ما اتوجعتش لما مسكت قسيمه الطلاق. بعد طلاقها عانت كتير في حياتها، وخصوصا من حالتها الماديه، وكانت خارجه من البيت مش معاها الا 180 جنيه في جيبها، ومحدش وقف جنبها من اهل طليقها. والناس استغربوا من موقف فنانه مشهوره قريبتهم. بيقول ان الفنانه شريهان هي خالة طليقك، هل الفنانه شريهان وقفت جنبك او ساعدتك؟ معرفش. جوز رضوى اسمه عمر كريم ضياء الدين، ابن المخرج الكبير كريم ضياء الدين. عمر اتخرج من كلية الهندسة، وبعدين بدأت قصة حبه برضوى واتجوزوا، لكن بسبب خلافات بينهم انفصلوا عن بعض. وبعد الانفصال الظروف كانت بتضيق برضوى أكتر، وكانت بتحاول دايما إنها تسد احتياجات بناتها، لدرجة إنها كانت ببيع عربيتي في
في التوقيت ده. ودي كانت اخر حاجه املكها من الدنيا، وكانت عليها اقساط وحاجه كده هو مأساة يعني. في الوقت ده ما كانتش متخيلة إن ربنا بيجهز لها الخير اللي هتتعجب منه. حياتها اتحولت فعلا، وده كله بدأ لما اتعاقدت مع قناة CBC سفرة وقدمت برنامجها هي وبس فبراير سنة 2017. بننتبه جدا لكل فتفوته صغيره كل ست عايزاها في حياتها. البرنامج فكرته قايمة على كل حاجة تخص المرأة، من مكياج وطبخ وتجميل، وكان لافت للانتباه خصوصا إنه كان في قناة CBC سفرة اللي كانت لسه جديدة على الساحة، وبداية القناة كانت سنة 2013. يعني كانت القناة والبرنامج لسه في مرحلة إثبات نفسهم. القناة بدأت تتشهر ببرامجها اللي كانت متنوعة، بس العامل المشترك إن المحتوى اللي بيتقدم مفيد للمرأة. وبدأ برنامج هي وبس بالاهتمام بفقرات بتهتم بكل حاجة زي الفاشون. اصعب فستان في ديفيليه بهيش حسين 2017 النهارده اعتقد فستان الفرح. ونصايح من خبراء للعناية بالجمال وآخر التطورات في عالم التجميل، ونصايح للمرأة في حياتها العملية والمهنية، وإزاي تقدري تحافظي على جسمك ووزنك. دول كلهم فقرات عادية، لكن مع فقرة تقدري رضوى قررت تعلمك اللي ما كنتيش تقدري تعمليه. قد ايه كنت سعيده جدا ومبسوطه جدا بعد ما قدرت ان انا اغير فردة الكاوتش. وفعلا قررت تعلم كل البنات ازاي يغيروا فردة الكاوتش. تقدري تقفي في الشارع وتقدري تعملي كده بدل ما حد يجي يرخم علينا. مش الراجل بس اللي يقدر يغير الكاوتش، انتي كمان تقدري. والمعروف عن الستات انهم مش بيعرفوا يسوقوا وبالذات يركنوا، بس رضوى مش هتخلي حد يتريق عليكي تاني. مساء الخير على كل الستات اللي بيتريقوا عليها وبيقولوا ان هي ما بتعرفش تركن. موضوع سهل يا جماعه وبسيط جدا. وهتعرفك كمان هتتصرفي ازاي لو عربيتك سخنت. العربيه سخنت مني لا قدر الله واحنا في الشارع دلوقتي، كل اللي احنا هنعمله اول حاجه هنعملها ان احنا هنبطل العربيه. وكمان في بيتك مش لازم تجيبي نقاش عشان تدهني الحيطه، هي وبس هتعلمك ازاي تعتمدي على نفسك وتدهني الحيطه وتغيري كالون الباب من غير نجار. وعلمت الستات كمان انهم يغيروا الفيشه، وازاي تنزلي القنوات اللي بتحبيها عشان لو جوزك مش راضي ولا حاجه. ولو جوزك مضايقك او مرخم عليكي هتعلمك كمان ازاي تاخدي حقك بايدك مع رياضة الملاكمة. من الآخر هتعتمدي على نفسك في كل حاجة، مش محتاجين رجالة، والست هتقدر على كل حاجة في الحياة. كل ده والبرنامج لسه على الهادي لحد ما نزلت بفقرة اسأل رضوى، وبدأت تجيب مشاكل متابعينها وتحاول تديهم نصايح وتحلها معاهم. باباها لما اختها سابت البيت ومشيت طرد مامتها، ومامتها ملهاش ذنب. لحد هنا والبرنامج كان ماشي كويس وعلى الهادي لما كانت بتحل المشاكل العادية، لحد ما بقت بتقول رأيها في مشاكل في العلاقات ورأيها عن الراجل. هنا بدأت المشاكل والترندات من الموسم الثالث بالتحديد. انا ابتديت احس ان في حاجه غلط، الارقام بتجري اكتر مني بكتير. فانا الستات عندي كانت 89% والرجاله 11% من الرقم. بقى عندي 73% ستات والباقي رجاله بيخشوا ايه يعني يصبحوا عليكي. الرجاله طبعا ما قلبتش عليها من فراغ، ده في ضحايا في الحكايه، وده كله حصل والدنيا اتقلبت بسبب نصيحتها اللي طلعت ترند. بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفر بلوك بلوك. الكل عارف المقطع ده لانه اتعمل عليه اغنيه كمان، لكن يا ترى كانت ايه المشكله اللي خلتها تنفعل كده وهي بترد؟ انا كنت بحب واحد 4 سي بصراحه واتقدم لي كتير واهلي كانوا رافضين، بس بعد كده وافقوا وحددوا كل حاجه واتفقنا على الميعاد ويوم قرايه الفاتحه ما جاش. فقالت رايها من قلبها. لكن الرجاله اللي وقعوا ضحيه للنصيحه دي منهم واحد كان في استديو برنامج معكم مع منى الشاذلي، وتقريبا كان جاي مخصوص للحلقه دي عشان يخلص حقه. انت بتقول اتعمل لك بلوك، ها؟ انت متخيل بقى ان اللي عملت لك بلوك سمعت كلام رضوى؟ بالظبط، ده بعد الفيديو على طول. ومش بس ده، في كتير زيه وبداوا يبعتوا لها عشان تحل المشكله. فهي بلكته وهو بلكها وصل لي وقال ان انت السبب. وفي اللي قالها صريحه وشيلها كل الذنب في اللي حصل له. ماشي، يعني للاسف الشديد واخد سعاده القدوه ليها. للاسف الشديد طالما هو للاسف الشديد حضرتك بتكلمني عشان تاخد رايي ليه؟ لكنها ما سكتتش وعرفت ترد. للاسف انتوا كرجاله مش فاهمين يعني ايه ست. او اول حاجه اقدر اخدها على حضرتك في هذه المكالمه هي اهانتك ليا، انا بني ادم زيك بالظبط. كان لازم تحاول تصلح اللي عملته لانها معترفه بالمشاكل اللي حصلت بعد الترند ده. ومن الحلقات اللي مشاهدتها عدت في البرنامج وكانت بسبب البلوك برضه، بس المره دي البنت هي الضحيه. ورافض يقول السبب، فده معناه انا اسفه يا خلود يعني ان انتي مش فارقاله قوي دلوقتي. فمره طلعت في حلقه عن نصايح للمحجبات وازاي تستعمل الطرحه وجربت الحجاب عليها. بتلفت النظر. بصوا فرقت ازاي؟ شكلها بالحجاب قلب السوشيال ميديا، كتير حبوا شكلها كده ودعوا لها كتير انها تلبسه، لكن اللي اثار الجدل
لما في مرة طلعت اتكلمت عن الحجاب. اوعي تقلعي الحجاب، انتي احسن مني ومن اللي مش محجبه 100,000 مره. كلامها ده كتير شافوا انه اهانه لغير المحجبات، وقالوا ازاي القناه تسمح بان الكلام ده يتذاع، وبسبب التصريحات دي احالوا رضوى للتحقيق. ومن الحلقات اللي ولعت برضو لما فتحت في حلقه فكره ان الست مش ملزمه. الست مش ملزمه اصلا انها تبات في البيت. والله ده تبقى ناشز لما تخرج من البيت دون اذن زوجها، ده لو صايمه يا ستي ودون اذن زوجها لا يقبل منها. لكن بعد الانتقادات الكبيره اللي نزلت عليها طلع انها مش بتقول كده اصلا، ورضوى كمان طلعت ووضحت كل ده. انا استضفت داعيه اسلاميه بتريق على واحده بتقول الست مش ملزمه تبات في بيت جوزها، فانا بتريق. رضوى الشربيني بتقول الست مش ملزمه تبات في بيت جوزها، امال تبات فين؟ ورأيها من الأول عن ترند الست مش ملزمة كان صارم من البداية. هو في حاجة اسمها إن الست متجوزة مش ملزمة؟ حتى لو مش ملزمة أنا كزوجة ده لو مش مفروض عليا ولا مطلوب مني فأنا لازم أعمله بطيب خاطر. لكن تحقيق الترند من البيتزات بيعمل أكتر من كده، وهي بتستضيف أهل العلم علشان يبينوا للناس الحقيقة، لكن في ناس مصممين على نشر الأكاذيب وكمان بيحرفوا الكلام وبيجزئوه. ومن الحلقات اللي رضوى استضافت فيها ضيفة أبهرتها من كلامها كانت كاتبة بتدعم جوزها إنه يتجوز عليها وبتدعم التعدد، وكلامها زي الصعقة اللي نزلت على رضوى. الراجل ده دايما في ظهري ما شاء الله، فعلا إنه رضا من الله عليه، هو اسمه رضا جه بعد وقت احنا بقالنا 9 سنين متجوزين، قال لي أنا عايزة أتجوز. استاذ رضا قدم لحضرتك إيه عشان حضرتك تقبلي إنه يتزوج عليكي؟ رضا قدم لي كتير، قدم لي حياة، قدم لي صديق داعم، زوج محب، أب، كل حاجة. وطبعا كان لازم تتصدم من كلامها اللي عمرها ما سمعته ولا هتسمعه تاني. عمري ولا هنسى اسمك، كنت داخله تانية، كنت فاكره ان انا هسمع كلام تاني. هي تقريبا شايفه ابعاد الحكايه واللي هيحصل لانه اتعرض عليها من انواع المشاكل دي كتير. لما كانت في ثالثه ابتدائي باباها اتجوز على مامتها، راح قال للست اللي هو هيتجوزها ان انا مراتي زي الفل وكويسه وعظيمه وكل حاجه وما فيش حاجه، بس انا عايزه اتجوز تاني. بالراحه عليهم، فيها ايه لما تحترمها زي ما بتحترم مديرك؟ ما بتصرفوش عليهم ليه؟ تروح تجيبوا لهم ستات تانيين ولا بنات تانيين ولا اي نيله تانيه عشان توريها انها لا شيء. انا اسف جدا مش عايزه اكمل معاكي ان انا اصرف عليكي 1 2 3. اللي لفت الانتباه ان حكايه رضوى وجوزها اتفتحت تاني لما من 2 سنين جوزها نشر مقطع وهو بحاله سيئه جدا وبيمر بفتره صعبه ومصاب باكتئاب حاد لدرجه انه فكر في الانتحار، وحالته الصحيه اسوأ من حالته النفسيه وعلى كرسي متحرك. أنا واحد كنت بتمنى الموت آخر كام سنة من حياتي من شدة اليأس والفشل، لما ربنا وراني الموت كام يوم. لكنه ما استسلمش وبيحاول دايما انه يتجاوز اللي هو فيه، وعمل صفحه على الفيس للتنميه البشريه وواخد تجربته قدوه للي قدامه علشان يعدوا باللي بيمروا بيه. الناس لما شافوا حالته قالوا انه اكتئابه بسبب انه شايف نجاح رضوى وهي كده انتقمت منه، وفي اللي قالوا ان ربنا خد حقها منه. لكن دايما الطرفين بيأكدوا ان الحكاية خلصت من زمان وكل واحد في حياته ومفيش اي علاقة بين حياتهم دلوقتي واللي حصل قبل كده. لكن ده كله ما يمنعش ان طريقة كلام رضوى العنيفة عن الرجالة بتخلي الحكم عليها دايما انها بتكرههم، وكمان بتطلع تساند اللي بيمروا بحالات طلاق في الوسط الفني. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل لشيرين من حسام حبيب، ورضوى ما سكتتش وطلعت اتكلمت بطريقة انفعالية وكمان هددت حسام. انت موجود في حياة شيرين ليه؟ اوعى تقولي حب، عشان الحب لما بيبقى فيه تنازلات بيقلب مصلحة. انت بأي صفة بتعمل كده؟ وكمان من القصص المشهورة في الوسط الفني سمية الخشاب واحمد سعد، ودعمتها لما نزلت اغنية بتستقوى اللي بتتكلم عن العنف ضد المرأة. ليه بتستقوى؟ الراجل ربنا خلقه اقوى من الست عضليا، يعني انت بتستقوى عليها عشان انت جسديا اقوى، فده ما ينفعش. واللي معلي البرنامج ان كلامها دايما للمرأة وبتنصرها في اغلب الاحوال على الرجالة. ومن المقاطع اللي اتشهرت لما كانت بتنصح الست تعمل ايه لو جوزها بص على واحدة وهي قاعدة. عجباك؟ اخطبها لك يا حبيبي، ايه رأيك؟ وفي حلقة انفعلت وعرفتك ازاي تعلميه الادب لو قالك انتي زي اختي. ده يتعامل معاملة صحاب. انا فهمتك غلط، انا اسفة طبعا، اتمنى ان انت تكون البست فريند بتاعي. تمام، تليفونات كل يوم تتقطع بس مش دلوقتي عشان ما يعرفش ان انت غيرتي التكتيك. واهم حاجة البنات بيهتموا بيها نصايحها المجمعة ومنها خطوات تمشي عليها لو بطل يهتم بيك. المعاملة بتاعتك ليه هتبقى العكس، معاملة قمر. هنفترض ان انت بتكلميه تصبحي عليه، هاي صباح الخير يا بيبي، حبيبي ثانية
ثانيه واحده وهكلمك. ها قفلت انت حبيبي ويا بيبي، ها عشان ما يبقاش واخد اخوان. اختفينا طول النهار. مش كل الرجاله لا يطاقوا، في المحترمين برضو، فاديتك نصايح ازاي تحافظي عليه. الراجل المحترم اللي زوز كده عشان احنا نحفظ علاقتنا بيه. النقطه الاولانيه النفس. ها الراجل ما بيحبش كتمه النفس، ما تكتميش على نفس، ولا تسيبيها قوي ترخيها يلعب، ولا تكتمي. ونصايح ازاي تحافظي على شريكك عموما. ان شاء الله وشويه علم على شويه كلام من عندي، عملنا الكوكتيل ضربناه في الخلاط طلعنا الكلام ده. وطبعا اهم حاجه تهتمي بنفسك، فاهتمت بالحته دي وما اهملتهاش واديتك نصايح عشان تهتمي بجمالك. مش مهم خالص راي الناس اللي حواليكي ايا كان هو مين. انا ست حلوه. الثقه بالنفس. حاسه ان انت مش واثقه في نفسك، تروحي لايف كوتش، تروحي لحد تتكلمي معاه. والكلام ده قالته المتصله بيها كانت مشكلتها جوزي انا دايما يتريق عليا، دايما مش عاجبه شكلي، دايما يعيب عليا. المتصله لما قالت الكلام ده فكرتها بنفسها في فتره من الفترات، لانها عانت من نفس المشكله زي ما قالت فوق. ولما انا هشوفني حلوه كل الناس اللي حواليا هتشوفني حلوه. انا قعدت 8 سنين شايفه ان انا ست مش حلوه خالص، لانه في طرف بيقولك طول الوقت ان انت مش حلوه، فانت بتتغذي على ده. دلوقتي بس عرفنا هي كان قصدها مين بالشخص ده. ومن الحاجات اللي كانت بتهتم بيها جدا في حلقاتها انها تقول وصفات للتخسيس، لانه مفيش ست في الدنيا مش عايزه تخس، ومفيش ست في الدنيا مش عايزه بطنها تبقى مفروده وعندها مشاكل في البطن مش عارفه تعمل فيها ايه. وكمان كانت بتستضيف نماذج علشان تشجع البنات انهم يخسوا. بطله العالم في الخسسان، انا ما شفتش كده، خست 52 كيلو في 3 شهور. 52 كيلو من 110 ل 58. وهي دايما بتشارك جمهورها في كل حاجه حصلت لها في حياتها، وبتحاول تخلي من نفسها نموذج ايجابي قدام متابعينها عشان يحاولوا ياخدوا خطوه حقيقيه للتغيير. وعرضت مشكلتها وازاي اللي قدامهم دلوقتي كانت في يوم من الايام بتعاني من الوزن الزايد. باختصار شديد الست دي من 10 سنين رفيعه قوي، اتجوزت وخلفت، كان عندها شويه مشاكل في الحمل ففضلت تتخن وتخس. الست دي كانت بتشتغل مذيعه، لكن بعد التخن والخسسان الكتير قوي، لانه انا فشلت وبقيت قد كده، اشتغلت في شركه بترول وبقت بتربي الولاد. والناس قالوا ان الحكايه دي بعد الطلاق وهو السبب في انها خست عشان تفرسه، لكنها وضحت كل حاجه. انا صحيت من النوم الصبح، مين دي كده دراع كتير، تلاجة وجالي غضروف مش عارفه اتحرك، بنهج. لا ستوب، خسيت قبل الطلاق مش بعد الطلاق. الناس كانت تخيل طلقت بقى وفي حلقه من الحلقات طلعت منهاره جدا على عكس اللي احنا متعودينه من شخصيه رضوى الشربيني القويه. لازم يصبر عليها ويستحملها حتى لو العقل مش مستوعبها او القلب مش مستحملها. وسبب حاله الانهيار دي هي ان والدتها توفت وهي كانت طالعه للبرنامج بعد وفاتها بفتره صغيره، فما قدرتش تتمالك نفسها. وطبعا دي كانت من اصعب الايام اللي مرت بيها رضوى الشربيني في حياتها، لدرجه انها مرضت بعد وفاه والدتها وكانت هتشيل كليتها، وحكت كل اللي مرت بيه بالتفصيل. في يوم انا طبعا بفطر ارجع بس هم قالوا ان كل ده طبيعي وعادي نفسيا وعشان الكورونا. ما كانش لسه عدى شهر على وفاه ماما. اخويا خدني ورحنا المستشفى كان معايا تيا وتمارا، وبعدين نايمه كده على السرير فسمع دكتور بيقول لمحمد اخويا احنا لازم نشيل الكلى الشمال فورا. فدخل الدكتور فقال لي انه كورونا اتاتاكس او بتهاجم اضعف اعضاء عضو من اعضاء الجسم. وبالرغم من حالتها الصعبه لكنها خدت في الاخر قرار مخالف للتوقعات. قلت له اوكي انا موافقه، بس انا عندي بدايه موسم جديد. قال لي انا اصلا مش عارفه انت عايشه ازاي، انت اصلا عايشه انت فاهمه الالم. ام سوري انا مامي لسه متوفيه وكل الناس بتقول ان انا مش هقدر اطلع تاني على الهواء من بعد مامي الله يرحمها، انا لازم اطلع الموسم الجديد. ومش بس الحلقه دي اللي كانت صعبه، طلعت حكت عن اللي حصل لها في فتره مرض والدتها والاشاعه اللي خلتها كانت هتنهار. اللي انا طلعت فيها الهوا وقلت انه عايزه اخد اجازه عشان امي كانت داخله مستشفى. قلت لهم يا جماعه انا اجازه سبت وخميس، اساس ان انا امي ربنا يديها الصحه داخله تعمل عمليه في وسط الاسبوع. من تاني يوم احنا دخلنا المستشفى، ما كنتش مركزه خالص مع التليفون. يوم الاحد الصبح او يوم الاثنين الصبح رسائل كتير، الف مبروك على الخطوبه، مبروك على الجواز، مبروك هاشتاج رضوى بتتجوز. الاشاعه دي طلعت منين؟ والله العظيم 3 ما اعرف.
وبعدين سنة بعد سنة الترندات بدأت تقل في البرنامج لحد الموسم التاسع مايو 2024 اللي ما استمرش كتير، وبعد كام شهر لقينا رضوى نزلت بوست واعلنت فيه اعتزالها وانهاء تعاقدها مع قناة CBC. وطبعا لما نزلت البوست ده الاشاعات بدأت تطلع، وفي اللي قال انها اتجوزت وجوزها اللي قعدها من الشغل، ولكنها طلعت ردت على الكلام ده وقالت انا اولا حسيت ان انا كنت وعداكم بالجواز وخليت بيكم، لانه انا ما فهمتش الستات عماله تهني والرجاله او اشباه الرجال ما عنديش فكره هم اللي عاملين يلطموا على وشهم. انا كنت وعداكم بالجواز وخليت بيكم. واللي كان مأكد الاشاعه اكتر المقطع اللي اتنشر ليها وهي لابسه ابيض واصحابها بيهزروا معاها وبيباركوا لها. بجد المأذون قاعد يستني بره مش الضيوف. بس يا مامي. بس في الاخر طلعت حلقه من حلقات الموسم التاسع عادي جدا. بس ان رجع وهيرجع لو عاد معتذرا بالبداية على طول على بقى. خلاص هي ما عندهاش مشكله انها تتجوز، وقالت في مره انها كانت قربت تاخد الخطوه دي، لكن الاشاعات والهبد هو اللي ضايقها جدا. وفي العموم هي دايما لافته الانتباه ليها والكلام عليها اكتر. لكن في بلوجر تجاوز حدوده معاها وهو صاحب برنامج خليك راجل اللي بيقدم محتوى على النقيض من اللي بتقدمه رضوى، وفي حلقات جاوز حدوده عليها، والحلقه دي كانت باسم دنجوله المتعقده، اتكلم فيها عنها بطريقه غير لائقه وشتمها ووصفها باسم الكلبه بتاعته اللي اسمها دنجوله. طبعا رضوى ما سكتتش ورفعت عليه قضية سب وقصف، واتحكم عليه يوم 17 مارس بالحبس لمدة شهر ودفع تعويض وكفالة 10,000 جنيه وتغريمه مبلغ وقدره 20,000 جنيه. اللي بيحصل لها ده بسبب انها دلوقتي مش بتشتغل، فاللي عايز يتكلم عنها بيتكلم، لكن ممكن نلاقيها رجعت في اي وقت عادي. محبين رضوى دلوقتي مش مبسوطين من اللي بيحصل لها وشايفين انها سابت الطريق لياسمين عز اللي كلنا عارفين ان كان بينهم منافسة، خصوصا لما رضوى قالت عنها في مرة ما انا واحده ست يا فندم، يعني انا بدافع عن بني جنسي، اللي مختل هو اللي بيدافع عن اي جنس اخر. وحتى لو رضوى وقفت برنامجها عندها بنتها تمارا اللي هتكمل مسيرتها بعدها. في صبيه قلتي رح تكون خليفه رضوى الشربيني. تمارا هي اللي هتبقى خليفه رضوى الشربيني، لانها بص انا وقفت فين هي وهتاخد بقى وتكمل المسيره، فهيشوفوا ايام جميله ان شاء الله. بس بالرغم من ان رضوى الشربيني مش بتظهر في برنامجها دلوقتي، الا انها دايما بتوصي متابعينها ان البلوك فكره والفكره لا تموت. ولما اتسألت في مرة هل هنشوف في يوم رضوى بتدعم الرجالة، ردت وقالت معقولة رضوى بيوم من الأيام نشوفها عم تجي مع الرجل أكتر من المرأة وتدافع عن حقوقه؟ ست. وبالمناسبة المقطع ده استفز الناس جدا وشافوا انها بتعمل حركات غريبة وفيها مياعة، واللي لفت الناس اكتر شكل وشها وقالوا ان جمالها فلاتر وعمليات تجميل. هي فعلا دلوقتي بقت نموذج للمرأة اللي يتقال عليها جميلة فعلا، ومش بتعمل زي كتير من المشاهير اللي بينكروا عمليات التجميل. واعترفت كذا مرة عادي جدا وعندها تصالح مع الموضوع ده. ولو كنت عملت حاجة تانية برضو كنت هطلع اقول ان انا عملت حاجة تانية. رضوى الشربيني عندها دلوقتي 43 سنة، قدرت تعمل ثروة كبيرة من شغلها تقدر ب150 مليون جنيه. وفي النهاية نقدر نقول إن رضوى الشربيني بغض النظر عن أي هجوم عليها فهي كانت بتأكد كل مرة إنها بتتكلم بناء عن تجربتها وتفكيرها، ونصايحها ممكن تكون بتيجي على طرف ضد طرف، لكنها في الأول والآخر بتتكلم من قلبها، وده اللي وصلها لكتير من البنات.